هل هناك من وسيلة يمكن بها التخلص من هذه الأفكار؟ والذي يساعد المصلي على عدم السهو والغفلة هو استشعاره عظمة الله سبحانه والخوف منه إذا سهى عنه. ودفع الخواطر يكون بدفع أسبابها ومصادرها، وهذه قد تكون عارضة خارجية كالأصوات الشديدة من الإذاعة والسيارات في الشوارع والأسواق وما إليها، والعلاج هو البعد عن مصادرها، وكالمناظر الخلابة كالفراش المنقوش والصور المعلقة أمام المصلي، والعلاج يكون بالتنحي عنها. ويساعد عليه تركيز النظر إلى موضع السجود والقرب من الجدار حتى لا يكون أمامه ما يشغله، وعدم الالتفات وما إلى ذلك مما يصرف عن التركيز. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس خميصة أتاه بها أبو جهم وعليها علم، وصلى بها ثم نزعها بعد صلاته وقال: اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. رواه البخاري ومسلم. ولم يثبت أنه أعاد الصلاة التي ألهته فيها الخميصة. وقد تكون أسباب الخواطر في داخل الإنسان نفسه وليست عارضة من الخارج، وأكثرها رواسب أو ذيول لمؤثرات سبقت الدخول في الصلاة.